بعد التعب بتتفتح لك البوابة الذهبية في شهر أكتوبر 2025. أكتوبر بيجهزك وبيأهلك وبتصفي فيه حساباتك. أما نوفمبر فبيكون مكافأة على صبرك المقدس يا برج العذراء. يا برج العذراء، انت لو فاكر انك انت اتأخرت، لا، انت متأخرتش، انت كنت بتتجهز للعظمة. انت في حاجة كنت شغال عليها من بدري ومن قبل كده بتتكافئ عليها في شهر أكتوبر 2025. ابعد عن الناس يا برج العذراء اللي بتقلل من قيمتك، علشان الناس دي بتكتم رزقك، بتوقف رزقك، بتوقف حالك. الناس اللي هي بتعمل ايه؟ بتقلل منك وبتقلل من وجودك، وانت عارفهم كويس قوي. واحد واحد، صح ولا لا؟ النتيجة بتكون نتيجة مذهلة، النتيجة بتبهرك، بتذهلك من كتر ما هي رهيبة، بتخليك في سعادة غير طبيعية. طب النتيجة دي زي ايه؟ بتكون يا اما ترقية او عرض شغل او مكافأة او حاجة تقديرية بتحسسك انك انت فعلا اخدت حقك. اخيرا يا برج العذراء، ركز على طريقك لوحدك يا برج العذراء، لان كل حاجة كنت بتحلم بيها